هو عشان يا منيازي حمص الشام فيه 160 سعر حراري ما ناكلهوش؟ تعالى اقول لك تاكليه ازاي وتخسي. حمص الشام فيه 160 سعر حراري، ده رقم مش قليل وفي نفس الوقت رقم مش كبير، لكنه كنز مليان بوتاسيوم، مغنيسيوم، مليان زنك، فيه كالسيوم. حمص الشام كمان فيه سيلينيوم. التركيبه دي كلها مفيده للعظام، مفيده للقلب، زائد ان الجلايسيميك اندكس بتاعه قليل، بالتبعيه مش بيعلي السكر في الدم. الساتايتي اندكس بتاعه عالي، بالتبعيه بيشبع. بس عنده مشكله بسيطه جدا كده، عشان احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم بنسب عاليه، فلو انت مريض كلى ما تاخدوش كتير. لكن لو مريض قلب او مريض مشاكل في الكبد او مريض كوليسترول رائع جدا بالنسبه لك. مشكلتنا الرئيسيه مع حمص الشام هو احتوائه على دهون وكربوهيدرات مش قليلين. احنا بقى بنعمل ايه؟ بناخد كميات كبيره، بتاخده بدل العشاء بكميه كبيره، او بتعمل سلطه حمص وتحط عليها زيت زيتون كتير. لا، اعمل سلطه حمص وحط عليها زبادي، او خد 3 معالق حمص شام مع الميه بتاعته بدل العشاء. كده الحمص بقى رائع للقصر الوزن. ما تنساش وانت بتشرب الحمص المره الجايه تدعي لي.